جو حر نار، هاتيلي كيس حليب زي ده وتعالي يا ست الكل، انا بقى هخليكي تصيفي. هاتيه كده وحطيه في حله زي ما انت شايفه كده. كيس اللبن ده كان رتل الا ربع من الحليب، تمام كده، وتقدري تخليه رتل مفيش اي مشكله. هبدا زي ما انت شايفه، نزلت بيه في الحله ونزلت ب5 معالق من السكر. تقدري تنزلي ب5 او ب6 معالق، السكر هنا ليكي اختياري. هنزل كمان ب3 معالق كبار هرميين من الكاستر، تمام. وهبدا انزل كمان هنا بكيس من الفانيليا زي ما انت شايفه كده، ومعلقه صغيره كده من الزبده او مكعب زبده صغير. وقلبي كل ده بقى كده على البارد، وهنرفعه على النار لمده دقيقتين. اول ما يبدا كده يتقل معانا ويغلي معانا، خلاص هننزله من على النار، يعني كانك بتعملي كريمه مهلبيه عادي. هبدا بقى في اثناء وهو على النار هنا، هبدا اجيب كده بولات زي ما انت شايفه كده، وانزل فيها بقطع من البسكوت. اي هنا بقى كميه بسكوت، طبعا الوصفه هنا ما فيهاش مقادير، تمام، غير بس الحليب علشان ليه مقادير الكاستر وكلام زي ده. ولو هتعملي كيلو من الحليب هتزودي معلقه كاستر كمان، تمام. والسكر زي ما قلنا اختياري. طيب هبدا زي ما انت شايفه كده، قطعت كده، كسرت يعني البسكوت في قلب البولات بتاعتي. وهبدا هنا خلاص كانت الكريمه بتاعتنا نزلت اهي، خدت القوام التقيل ده، وهي زي ما هي كده سخنه. هننزل على البسكوت بتاعنا في الكوبايات كده زي ما انتم شايفين. ابدا بقى اصب كل المهلبيه بتاعتي بالشكل ده، وكل الكاستر بتاعي بالشكل ده على البسكوت. بس احنا هنا مش هنملى بقى الكوبايات للاخر، تمام. يعني الكميه دي عملت معايا 6 كوبايات زي ما انتم شايفين، وما شاء الله حجمها حلو وكبير يعني. هنبدا بقى هنا نساوي بس كده الحروف بتاعتها من اي حاجه كده عليها علشان شكلها برضو طبعا واحنا بنصب بيتدلدق مننا كده على الكوبايات. هبدا بقى اخدها وادخلها التلاجة 10 دقايق بالظبط كده، على بال ما اعمل الطبقه الثالثه. والطبقه الثالثه هنا عندي كيس من الجيلي الفراوله. هبدا انزل عليه بنص كوبايه ميه سخنه، وادوب جيلي الفراوله كويس قوي في الميه اللي هي سخنه دي لحد لما الاقي السكر بتاعه داب وكله كده يعني داب معايا. هنزل عليه في نفس الوقت تاني بنص كوبايه تانية بس ميه ساقعه متلجه، تمام. وهسيبه بقى يبرد خالص. بس انا هنا عشان حطيت ميه ساقعه فبردت معايا ما شاء الله الجيلي بسرعه. وهنا كان انا بصراحه مستعجله اكتر واكتر كمان، فبدات لقيت الكريمه بتاعتي بدات تتماسك شويه، نزلت عليها بجيلي الفراوله بالشكل ده. بس يستحسن يبقى فيه فرق بين الاتنين، يعني خلي المهلبيه تبقى معاكي الكاستر يكون بارد خالص، وبعد كده تحطي عليه الجيلي وهو بارد برضو. هندخله بقى الفريزر 10 دقايق، هيمسك معاكي على طول. لو في التلاجة هياخد منك وقت شويه. عايزه اقولك بقى انا هنا بعد ما صبيت الجيلي دخلته بقى الفريزر 10 دقايق بالظبط، كان الجيلي مسك معانا والمهلبيه ما شاء الله. وهتاكلي اجمل والذ حلوه بجد، خطيره يا بنات، سريعه وساقعه وحاجه كده ترطب على قلبك في الحر ده. ولا شكلها الولاد كان بيتخانقوا عليها، شكل جميل، الولاد تحبه كده، بيحبوا الالوانات الجميله دي. تقدري تقدميه لضيوفك كمان، سهل وسريع في الحر ده، ما تقفيش في المطبخ كتير. جربيه بالطريقه دي هيعجبك جدا يا قمر. ما تنسيش بقى تشجعيني بلايك وشير للفيديو ومتابعه في الصفحه. مع السلامه.